نظر وتمثل حق من حقوق التعبير عن الرأي ينبغي أن يحترم. أشار في كلمته إلى أن الشرطة التزمت بأقصى درجات ضبط النفس ونتيجة حرق الأقسام والكنائس وكثير من مؤسسات ومباني الدولة اليوم، فقد تقررت حالة الطوارئ التي عبر عن أمنيته في أن تتم في أقل وفي أقصر فترة ممكنة. وللمزيد من قراءة كلمة رئيس الوزراء التي أذعناها قبل دقائق معدودة من بدء تطبيق حظر التجوال الذي أشار أيضا إليه في كلمته، نعود إلى المستشار أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال لنعرف منه كيف قرأ هذه الكلمة في هذا التوقيت. أولا احنا بنشكر رئيس الوزراء على أنه استجاب للشارع، يعني استجاب حينما عقدنا الاجتماع اليوم، وكان مؤتمرا يهدف إلى منع نزيف الدم ومنع إراقة الدماء والتصدي للمخطط الإرهابي اللي بيستهدف نشر الخوف والرعب بين المصريين والاعتداء على الكنائس، الأمور اللي العالم كله تابعها. نعم. كانت ذلك يعني الحقيقة القرارات اللي اتخذها رئيس الوزراء احنا متفقين تماما. أنا بس عايز أنوه مع حضرتك لأنه لقطات الفيديو اللي احنا بنتابعها الآن ربما تشير إلى بعض المقبوض عليهم، لا أعلم في أي مكان على وجه التحديد، ربما في محيط ميدان النهضة، في أي من اللقطات مصورة يعني بالنهار، ربما في محيط ميدان النهضة لأن اللقطات مصورة بوضح النهار، وبالفعل اعتصام رابعة يعني ربما انفض بشكل كبير مساء. تفضل سيادة المستشار. فالحقيقة هو جه امتثال لرغبة المواطنين، يعني احنا إذا كان تطبيق قانون الطوارئ احنا يعني بنبقى ممتنعين عن اننا نأيد حاجة زي كده، وبنرفض دايما تطبيق قانون الطوارئ او تطبيق حالة الطوارئ. لكن اذا كانت مصر بتقع وفي ناس بتستغل انها تتدارى في وسط الزحمة وبتفجر مواقع وبتفجر كنائس وبتحرق وزارات، لا لازم هنا الحدود بتاعتنا في الحرية احنا مستعدين نحد من حريتنا لأيام مقابل نعيش حرية مدى الدهر، مقابل ان مصر تعيش ديمقراطية على طول. وبالتالي كان يعني رأي الشارع ونبض الشارع النهارده أشار انه احنا عايزين دولة مدنية لا دينية ولا عسكرية. هو الحقيقة يعني كان موفقا حينما أشار إلى أن الهدف من المرحلة الانتقالية الوصول إلى دولة مدنية وديمقراطية، وده حقيقي كلنا متفقين على كده. لكن احنا بنعتبر ان ده شيء إيجابي ان هو استجاب لمطالبنا منذ الصباح الحقيقة بحظر التجول، حتى يتضح لينا العناصر الإرهابية الموجودة في محافظات كتيرة. احنا بنفاجئ في وسط الزحمة انت ما انتش عارف اللي شايل قنبلة من اللي ماشي سلمي. وبالتالي كان يعني من المفترض أن يتم ذلك منذ منتصف اليوم، لكن كويس أنه صدر في توقيت يقدر فيه يحد من عمليات الإرهاب اللي بيحاول الإخوان المسلمين يزعزعوا بيها عزيمة المصريين. لكن أنا عايز أقول لك يعني في ضوء اللي حصل وفي ضوء الموقف اللي احنا فيه وفي ضوء تشكيل اللجان الشعبية، واللي أنا بأيد تاني وبطالب الشعب المصري تاني وبطالب كل مواطن مصري وكل شاب مصري بيحب تراب هذا البلد انه يساهم ويشارك في حفظ الامن في الشارع اللي هو فيه، في الميدان اللي قريب منه، وبكل تسامح مع الناس. يعني احنا مطالبين ان احنا نمنع الضرر ولكن لا نحدث اذى لمشاعر المصريين. لابد ان المصريين يشعروا بحريه ويشعروا ان احنا كلنا شخص واحد خايفين على مصر. الشهامه والنخوه والروح الجميله اللي شفناها في 25 يناير 2011 احنا بنشوف النهارده احسن منها كمان. المصريين قدموا يوم 30 يونيو حينما كانت هناك محاولات لكي يجعلوه، يعني الاخوان كانوا عايزين يخلوا 30 يونيو زي يوم 28 يناير، وكان حلم يعني عندهم، لكن حلم خايب لان ما كانوش قدروا يقتنعوا ان المصريين خرجوا ولن يعودوا الى قفص الاستبداد مره اخرى. وبالتالي كان لزاما عليهم ان يعوا الدرس، ولكن من حسن حظ المصريين هم ما فهموش الدرس. وبالتالي احنا النهارده امام حاله من عدم الاستقرار لايام، ولكن انا عايز اطمن الشعب المصري ان اللي جاي، وزي ما انت بتستقرأ معايا كده يا استاذ ايمن، القادم والمستقبل بيد الله. لكن مصر ربنا وعدها انها امنه، يعني ما يحدث فيها دي على فكره انا عايز اطمنك ان اللي بيحدث ده لو حصل في اي دوله ثانيه مصر مش هتبقى كده. النهارده الشعب من قبل ما احنا ننزل والنادي ونقول الحقوا انزلوا مع الجيش والشرطه، الشعب نازل لوحده، الشعب بيساهم لوحده. انا وانا جاي في الطريق لقيت شباب من شباب الثوره بيكلموني احنا واقفين جنب الجيش وجنب الشرطه في ميدان رابعه دلوقتي. قلت لهم يا حبايبي طب ابعدوا عن
موقع الترامي بالرصاص، لان انتم مش يعني مش لابسين واقي من الرصاص. قال لك احنا مستعدين نموت، المهم ما نسيبش الشرطه لوحدها. ده شعور جميل عند المصريين، والشعور ده احنا عايزينه يستمر. احنا مطالبين خلال الساعات القادمه، الازمه ما انتهتش لغايه كده، الاخوان هيحاولوا يفتعلوا مشكلات يعني كثيره. حتى في دعوات بانهم يتجمعوا بكره في مسيرات. على فكره انا بطالب قبل الشرطه. انا عاجبني قوي اهالي المناطق الشعبيه واهالي مناطق مصر كتيره قوي منعوا الاخوان يكونوا اعتصامات وهميه وهي مسلحه طبعا. اصل هي لو اعتصامات سلميه احنا كلنا هنرحب بيها. منعوا ووقفوا ضدهم، وكانت دي في جسر السويس، وكانت في مصطفى محمود قبل كده، وكانت في مناطق كتيره، وكانت في الجيزه، وكانت في رمسيس، وكانت جنبينا في الاسعاف. الباعة الجائلين اللي هم مشغولين بلقمه العيش كانوا اكثر وطنيه من الجميع، ونزلوا ومنعوا وقالوا لو قعدتوا هنا احنا هنعمل ونسوي عشان انتوا بتقتلوا الناس. ده العامل البسيط. فتخيل، هي دي يعني طبيعه المصريين. وعشان كده انا باكد بس ان الموضوع لم ينتهي الى هذا الحد. يعني النهارده احنا معرضين جدا لوجود محاولات للضغط على بعض الشخصيات او اغتيال بعض الشخصيات، محاولات ايضا لاحداث نوع من الهلع او الفزع بين الناس. انا عايز اقول اللي هيمنع ده وقفه المصريين، مش الامن بس. من الخطا والخطر ان احنا نترك الامن ونصدره للمشهد. لابد ان يكون هناك ظهيرا شعبيا. الظهير الشعبي هنا مش متمثل بس في اللجان الشعبيه، متمثل ان الشعب ينزل الميادين وينادي بالحريه، وينادي بعدم استطاعه او رغبه الشعب مره اخرى في عوده هؤلاء مش الى الحكم، لا الى المشهد السياسي. يعني انا من هذا المنطلق انا باكد ليك احنا مش بس بنستبعد هؤلاء الطغاه الجدد في هذا العصر اللي بنعيشه، مش عايزين نستبعدهم من المشهد السياسي، احنا عايزين نستبعدهم من العمل في مجال السياسه مش من الحكم بس. طيب. يعني الحكم ثبت بما لا يدع مجالا للشك ان حكم مصر بمعرفه هؤلاء هيؤدي الى دمار مصر، ولكن وجودهم ايضا في المشهد السياسي باعتبارهم قوه سياسيه هذا هو الاخطر. ولذلك انا بطالب بتطبيق نصوص الدستور بحذافيرها. الحقيقة كنت عايز أسأل حضرتك قبل ما نستمع إلى كلمة رئيس الوزراء قبل قليل، وبعد قراءة يعني بيان وزارة الخارجية اللي كنت بدأت في قراءته، من بين ما جاء في البيان أنه الوزارة تدين بشدة تصريحات رئيس الوزراء التركي التي يطالب فيها بتدخل مجلس الأمن وجماعة الدول العربية في الشأن الداخلي المصري. وبتقول وزارة الخارجية أنه ده أمر مرفوض تماما جملة وتفصيلا، كما تستنكر وزارة الخارجية بشدة التصريحات المنسوبة لمسؤول بالخارجية القطرية حمل فيها السلطات المصرية مسؤولية اللجوء إلى الخيار الأمني، وهو تصريح يجافي الحقيقة وواقع الأمور بعد أن سمحت الحكومة المصرية للجهود والمساعي الحميدة من جانب أطراف دولية من بينها قطر لإقناع الطرف الآخر بتحكيم العقل والابتعاد عن العنف والتحريض عليه. طبعا من بين الأخبار اللي ربما تكون يعني تعقيبا على ما حدث في مصر اليوم، أنه البيت الأبيض بيعترض على تطبيق حالة الطوارئ في مصر وبيدين اللجوء إلى العنف ضد المتظاهرين المصريين. أنا عايز يعني تعليق حضرتك ربما على يعني المواقف التركية والقطرية والأمريكية من مصر واللي حصل في مصر في هذه الفترة. شوف، خليني أوضح لحضرتك أمر هو واضح يعني، لكن قد يلتبس عند البعض. هو اللي بيحارب في سوريا دلوقتي مين اللي هو بدأ الحرب في سوريا وعمل كل ده عشان يسيطر على سوريا؟ وليه تركيا بتستقتل عشان تستولي على سوريا عن طريق الديمقراطية والكلام الجميل المزوق اللي بيعملوه؟ تركيا بتؤسس عندها يعني حالة هلع كده، حالة يعني هم فاشلين ان هم حتى يلبوا مطالب شعبهم، وعمالين يبوسوا ايد الامريكان والاوروبيين عشان يبقوا اعضاء في الاتحاد الاوروبي، والاتحاد الاوروبي بص لهم على انهم عالم نكره، مش قابل ان هم يبقوا اعضاء. ده الواقع ورافض. وفي دول في الاتحاد الاوروبي قالت يعني يبقى هزلت لو تركيا اصبحت عضو في الاتحاد الاوروبي. ومع ذلك هناك تلميحات من المارد الامريكي العملاق اللي بيدي اوامره للعالم فينفذ، انه اذا استطاع ان ينفذ خارطه الطريق في منطقه الشرق الاوسط اللي هي الفوضى الخلاقه، واذا استطاعت تركيا ان تحدث الفوضى في مصر اكبر الدول العربيه والاسلاميه، واذا استطاعت ان تسيطر على المنطقه لصالح امريكا، هنا تقدر امريكا تقدم يعني الدليل والبراهين للدول الاتحاد الاوروبي على ان تركيا اصبحت مش دوله مسلمه بقى كما يسمى وكما تطلق الاسماء، لا المسميات ساعات بتاخد عكس الوقائع والطبيعه. ولذلك تركيا بتستقتل النهارده. تركيا شايفه انها بتنتهي كحكومه اردوغان، حكومه الاخوان المسلمين الاتراك. لابد ان العالم يعي
ولابد ان المصريين يعني يعوا الدرس جيدا ان حكومه اردوغان هي حكومه حزب العداله، ايضا ان حكومه اردوغان هي حكومه الاخوان المسلمين بس الاتراك اللي هم اكثر دمويه. شوف عملوا ايه في ميدان تقسيم. طب بدل ده بتكسفوا على دمكم، يعني بدل ما تتكلموا عننا، على الاقل احنا دوله قامت فيها ثورتين، يعني شعب عظيم ما فيش حد يقدر يقف قصاده، عام 2011 وعام 2013. انتوا مين؟ انتوا ناس مالكوش هويه وعايزين تستندوا على هويه عربيه واسلاميه مش من عندكم. لا الهويه العربيه انتوا بتنتسبوا لها، ولا الهويه الاسلاميه انتوا بتنتسبوا لها. انتوا حتى الهويه الاوروبيه انتوا عالم بلا طعم ولا لون ولا رائحه. ولذلك انا بوجه الخطاب مش للشعب التركي طبعا، لهذه الحكومه التي فقدت يعني المصداقيه وفقدت الموضوعيه، ولا تعبر الا على مقتل السوريين الابرياء، مليون سوري ما بين قتيل وجريح، وده في ذنب اردوغان وفي رقبه اردوغان وفي رقبه قطر، وبالتالي لن يتركوا على فكره من العداله العالميه الدوليه. يعني احنا وراهم، مش هنسيبهم لغايه المحكمه الجنائيه الدوليه. الجرائم التي ارتكبت في سوريا، سوريا جزء وشقيقه وجزء من امتنا العربيه اللي فعلا تستحق مننا احنا ندافع عنها. ولذلك امريكا النهارده شايفه ان الجندي الباسل بتاعها في المنطقه هو تركيا، وتساعده القريه اللي اسمها قطر. تخيل قطر بتتعامل مع مصر. حصلت نكته حلوه في ثوره 30 يونيو، المصريين يعني احدثوا صدمه عصبيه للامير القطري فترك الحكم. يعني هو بيسموها نكته، المصريين دايما دمهم خفيف. قالوا مره واحد راح يعمل ثوره في بلد، راحت جايه فيه هو شالته. وفعلا يعني الثوره اللي حصل في مصر شال الراجل اللي هو قتل القذافي ده انتقاما منه عشان قال له كلمه. هذا الراجل المنتقم الحقود على العالم العربي وعلى مصر بالذات، عايز اقول لك شال نفسه طبعا بضغط امريكي وحط ابنه تميم. فالناس توسمت، في ناس طيبين لسه يعني قال لك يمكن ابنه تميم ده الراجل يعني حب ان هو يستريح وترك ابنه، لكن هو صوره منه. يعني هو تميم جاي منين؟ ما هو تميم ابن فلان، ما ينفعش. هذه الدويله لابد من مواجهه. احنا في حاله مواجهه معاك يا قطر، احنا في حاله مواجهه مع الحكومه القطريه والدوله القطريه، لانها فقدت مصداقيتها تجاه مصر وتجاه العرب وتجاه المسلمين. وبالتالي يجب ان تكون هناك ضوابط في العلاقات الدوليه بين مصر وبين غيرها. يعني مش ممكن ان احنا نتعامل مع دولة عربية زي لبنان أو زي البحرين أو زي الإمارات. هستأذن حضرتك نعرف آخر تطورات الأوضاع في العريش من مراسلنا هناك ماهر إسماعيل. ماهر، يا ريت تطلعنا على آخر التطورات في العريش. آخر التطورات في شمال سيناء أن شخصان لقى مطرحهما بطلقات رصاص مجهولة اليوم مساء اليوم في حي الصفا، وهو أحد الأحياء الشعبية الموجودة جنوب غرب مدينة العريش. شجعان أكدوا أن الشابان اللذان قتلا كانا يرتدان ملابس مدنية، لكن بعضهم أكد أنهما ربما يكونوا جنود في ملابس مدنية، لكن في كلا الحالات تم نقل جسمهما في مبرد المستشفى. هناك شخصان آخران لقى مطرحهما في مدينة الشيخ زويد، أحدهما بطلق ناري في الرأس والثاني بطلق ناري في الصدر، وكذلك برصاص مجهولين. كما أصيب مجند بطلق ناري في الذراع ونقل المستشفى لتلقي العلاج. شجعان أفادوا بأن محيط قسم سادس شرطة العريش شهد منذ دقائق إطلاق النار وصف بالكثيف. لم يتم الحديث عن وجود إصابات مادية أو بشرية نتيجة إطلاق النيران حتى الآن. استشهد عصر اليوم جنديا من قوة تأمين النيابة العسكرية بطلق ناري في الرقبة أثناء وجوده في مقر عمله برصاص مجهولين، ونقل المستشفى ووضع كذلك جسمانه مبرد. يعني حتى الآن تقوم المروحيات بعملية مسح شامل لكافة الأماكن بمحيط مدن العريش ورفح الشيخ زويد لرصد أي تحركات غير عادية ومتابعة الحالة الأمنية في تلك المدن. المروحيات والمرة الأولى تعمل بمثل هذه الكثافة. يعني مصدر أمني أكد أن هناك تجديد أمني في جميع التمركزات والحواجز الأمنية، وذلك هناك إطلاق نار يتم من بعض التمركزات في إطار عملية التمشيط لتلك التمركزات والحواجز. ماهر إسماعيل مراسل تلفزيون وقناة النيل من العريش، شكرا جزيلا لك. وبنعيد تذكير مشاهدينا الكرام بأنه بعد حوالي 10 دقائق من الآن بيبدأ الحظر في التجول اعتبارا من 9 من مساء اليوم، على أن يبدأ غدا من 7 مساء وحتى صباح
اليوم التالي في الساعة 6، وخلال الفترة المتوقع من 9 مساء اليوم وحتى 6 من صباح اليوم التالي سيكون الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق، المرج وحلوان وشبرا المنيب والعتبة العباسية متوقفة، وطبعا يستمر التوقف ده طيلة فترة الحظر على مدار الفترة اللي هتكون مقررة في خلال الشهر اللي مطبق فيه حالة الطوارئ. طبعا من بين الاستثناءات اللي هتتم بالنسبة لحالة الحظر هيكون مسموح للإعلاميين والصحفيين ان هم يقوموا بعملهم في خلال هذه الفترة، ومتوقع طبعا سيادة المستشار انه هيكون في وظائف اخرى في خلال نفس الفترة مسموح ليها بالعمل. طبعا بنعيد تذكير حضراتكم بالانباء اللي ترددت حول القبض على 8 من قيادات الاخوان المسلمين الى ان يتاكد او يتم نفي هذا الخبر، ونتمنى يكون معنا حد كمان فتره من محيط رابعه مثلا او من غيره نتاكد منهم على الاخبار الخاصه برابعه. هنروح لمحيط ميدان النهضه ومراسلنا هناك عمرو عبد العزيز. عمرو، هل من جديد في ما يتعلق بكلية الهندسة ومن كانوا داخلها؟ تفضل. يعني أيمن، نعيد ونذكر السادة المشاهدين بالدقائق القليلة الماضية وما حدث فيها سريعا وفي إيجاز، بأنه قد جاء إلى مقر ميدان النهضة الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة وبصحبته عدد من قيادات وزارة الداخلية، بعد ربما أن كانت هناك مفاوضات بينه وبين عدد من المعتصمين داخل مقر كلية هندسة، والذين يعني كانت هناك بينهم وبين قوات الأمن لمدة ساعات طويلة تبادل لإطلاق النار. هذه المفاوضات أسفرت عن خروج هؤلاء للخارج بعد أن أمنتهم قوات الأمن والقيادات المسؤولة هنا في المحافظة على الخروج دون التعدي عليهم أو القبض على أحدهم، وهو ما حدث بالفعل. قد جاء إلى مقر ميدان النهضة عدد من الميني باص على حسب التعريف المعروف له، وهو الذي يحمل 25 فردا. جاء عدد كبير ربما تعدى 12، وأيضا عدد من الأتوبيسات الصغيرة التي تحمل قبل ما نبدأ أستأذنكم إن احنا هنقف بس دقيقة أحداث على شهدائنا اللي توفوا النهارده. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. انفاذا للتكليف الصادر من الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وقد قامت الوزارة بوضع الخطة وإعداد الاحتياجات اللازمة للتنفيذ من عناصر بشرية مدربة ومركبات مناسبة وقوات متخصصة في التعامل مع تلك المواقف. وعقد عدة لقاءات لدقة تنفيذ الخطة بأقل قدر من الخسائر حفاظا على أرواح الكافة، وكانت التعليمات واضحة بعدم استخدام أي أسلحة في عمليات الفض، وأن يقتصر الفض فقط على استخدام قنابل الغاز بعد توجيه إنذارات عبر مكبرات الصوت، لمناشدة الجميع بالانصراف عبر الممرات التي تم تحديدها. وفي إطار حرصنا على سلامة المواطنين تحملنا الكثير من الإسقاطات التي اتهمنا فيها طارة بالتخاذل وطارة بارتعاش القرار، ولم نقصد من إطالة المدة إلا أن نتيح الفرصة كاملة للحلول السياسية حتى نتجنب إراقة نقطة دم واحدة من أبناء هذا الوطن. فجميعنا مصريون، وأن اختلافنا السياسي لا يجب أن يكون أبدا مبررا للصدام الذي تزهق فيه الأرواح من أبناء هذا الشعب الذي نعتز به بكل طوائفه
ونعمل على خدمة كل أبنائه بلا كلل أو ملل، ونضحي من أجل أمنه واستقراره بأعز ما نملك، ونجود بأنفسنا كي ينعم أبناؤه بالأمان والسكينة. ولكن حين استشعرنا ذلك التعنت الواضح واستمرار التحريض وانتهاج أساليب الترويع وتعطيل مصالح المواطنين وتعذيبهم بل وقتلهم وإلقائهم خارج تلك الاعتصامات